السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة لنكتشف الطبيعة. واش عمرك تسألتي على واحد العشبة اللي كنديروها في براد ديال اتاي وكنشربوها وكنقولوا الذوق ديالها يا سلام، سورتو في البرد، وكتكون اغلبيه في كل دار، وممكن يكون عندها هاد القدر الكبير من الفوائد. واش ممكن عشبة وحده تعاون في الهضم وتهدأ الاعصاب وتقوي المناعه وزيد وزيد؟ اليوم غادي نكشف لكم واحد السر من اسرار الطب الطبيعي اللي استعملوه الناس من قرون. عشبه معروفه ولكن قليل اللي غيعرف القيمه ديالها الحقيقيه. خليك معايا حتى الاخر، حيت غادي تعرف شي معلومات اللي غادي تبدل النظره ديالك للسالميه تماما. السلمية أو الميريمية، كل منطقة وكيفاش كينطقها. هي واحد العشبة عطرية كتدخل ضمن النباتات الطبية، كتميز بالأوراق الخضراء ديالها، كتكون مايلة للقري الرمادي. الرائحة ديالها قوية وذكية، كتستعمل بزاف في الطبخ والمطبخ وأيضا في التداوي بالأعشاب ومن قديم الزمان. الأصل ديال السلمية كيرجع لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بحال المغرب، إسبانيا وإيطاليا، وكانت معروفة حتى عند الرومان واليونان اللي كانوا كيستعملوها في العلاجات وكيعتبروها عشبة مقدسة. نشوفوا دابا المكونات الغذائية وشنو فيها. السلمية كتحتوي على مجموعة ديال العناصر المفيدة للجسم، بحال مثلا فيتامين أ مفيد للبصر، فيتامين سي كيقوي المناعة، فيتامين ك مهم للدم، المعادن، الحديد، الكالسيوم والمغنيسيوم، مركبات طبيعية، مضادات الأكسدة ومواد مضادة للالتهاب. منين كتجي هاد الفوائد؟ هاد العناصر هادو كاملين كيجيو من الطبيعة ديال النبتة، حيت السلمية كتستمد القوة ديالها من التربة والمعادن اللي فيها، وكتصنع مركبات طبيعية كتحميها من الحشرات، وهذا نفس المركبات كتنفع الجسم ديال الإنسان. الأمراض والمشاكل اللي ممكن تعاون فيها أو لا أكيد غادي تعاون فيها السلمية. عندنا أول حاجة مشاكل الهضم، بالنسبة اللي كيعانيو الناس اللي كيعانيو من عسر الهضم، انتفاخ والغازات. تاني حاجة التوتر والقلق، كتعاون على الاسترخاء وكتأدي الأعصاب. الحلق والزكام والكحة الخفيفة والتهاب الحلق. أما بالنسبة للمناعة فهي كتقوي الجسم ضد الأمراض. الالتهابات كتخفف الالتهابات الخفيفة وكتساعد على الشفاء منها. طريقة ديال الاستعمال، يعني المقادير اللي خصنا نخدمو بها وما نتجاوزوهاش. ملعقة صغيرة ديال السلمية، كأس مغلى 250 مليلتر، وكنخليوها 5 حتى ل 10 دقائق، ما كنتبخوهاش باش تبقى محافظة على الزيوت الطيارة ديالها. ممكن نضيفو شويه العسل مرة واحدة حتى لجوج المرات في اليوم، ما نفوتوهمش لمدة 5 أيام، ونمشي واحد الفترة ونعاودو عاوتاني ونرجعو لها. بطبيعة الحال كل حاجة عندها داء إلا وراه كيكون عندها دواء، أو لا كل حاجة عندها دواء إلا وراه كيكون عندها داء، والإفراط منها راه مشكل. يعني رغم الفوائد ديال السلمية خاصنا نكونوا حذرين، لأن ما كتصلحش للمرأة الحامل، الإفراط فيها ممكن يضر. ما تتخلطش مع الأدوية، يعني اللي كيشرب الأدوية ما يشربش السلمية. وفي الأخير شفنا أن السلمية ماشي غير عشبة عادية، ولكن راها كنز طبيعي فيه فوائد كثيرة إلا استعملناها بطريقة صحيحة. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة لنكتشف الطبيعة،
وخليو لي في التعليق شنو العشبه اللي بغيتي نهضروا عليها في الفيديو الماجي ان شاء الله. الى اللقاء.